السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أبطال؟ أهلا بيكم فيديو جديد من سلسلة فيديوهات تأسيس العلوم على قناة حكايات علوم. وإن شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض معلومة جديدة خالص عن كل اللي فات. بس قبل ما نبدأ خليكم فاكرين إن زكاة العلم نشره، فاوعوا تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وشير على قناة حكايات علوم على اليوتيوب، وعلشان تحبوا العلوم أكتر ما تنسوش تعملوا فولو على قناة حكايات علوم على الفيسبوك. تفتكروا إيه اللي يخلينا نشرب من مية الأنهار وأي مية عذبة موجودة على سطح الأرض، وما ينفعش نشرب من مية البحر وأي مية مالحة رغم إن هما الاتنين مصدرهم واحد وهو السحب؟ يعني المفروض يكونوا هما الاتنين ليهم نفس الخصائص، لكن الواقع بيقول إن المية المالحة كثافتها أعلى بكتير من المية العذبة، وده بسبب كمية الأملاح الرهيبة اللي موجودة فيها. طب يا ترى كمية الأملاح اللي في البحر دي جت منين؟ ما هو أصل المطر لما بينزل من غير لا طعم ولا لون ولا ريحة، لكن المطر ده بمجرد ما ينزل على الصخور والجبال بياخد معاه شوية معادن، والمطر ده بيتجمع في النهر، والنهر بيصب في البحر. طب برضو ايه اللي يخلي مية البحر مالحة ومية النهر عذبة مع ان هما الاتنين بينزل فيهم نفس المطر؟ السبب ورا كل ده ان المية بمجرد ما تنزل من على الصخور والجبال وتكون محملة بالمعادن والاملاح وتنزل في النهر، النهر ده بيجري بسرعة والمية فيه بتتجدد وبيصب في البحر، فبالتالي الاملاح ما بتتراكمش فيه. علشان كده بنقدر نشرب من مية النهر بعد ما نصفيها. لكن البحر بقى حكاية تانية خالص، المية مش بتلاقي أي مكان تخرج منه غير إنها تتبخر، ولما المية تتبخر الملح يتراكم، وكل ما المية اتبخرت أكتر كل ما نسبة الملح زادت أكتر وأكتر لحد البحر بقى مالح جدا. يعني الأنهار بتتخلص تلقائي من الأملاح اللي موجودة فيها لأنها بتجدد نفسها، لكن البحر بيحب يحتفظ بكل حاجة موجودة فيه حتى الأملاح. علشان كده نقدر نشرب من مية النهر بكل سهولة بعد ما نصفيها، لكن مية البحر مالحة جدا، فلو جيت تدوقها هتحس كأنك بتدوق معلقة ملح، فما ينفعش نشرب منها من غير أي عمليات معالجة. وكل ما زادت ملوحة البحر كل ما تزيد كثافته، وكل ما تزيد قدرتنا احنا على اننا نطفو على سطحه من غير اي خوف من الغرق. زي مثلا البحر الميت اللي يعتبر من اكثر البحار ملوحة على سطح الارض. يعني المية مطلعتش للشرب وبس، لا ده طلع فيها اسرار وخفايا كتير. علشان كده ما ينفعش اي تفصيلة موجودة في الطبيعة تعدي عليكم من غير ما تكونوا فاهمينها كويس قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. ولو أول مرة تشوفوني، أنا دكتورة هند وحيد بقدم على قناة حكايات علوم فيديوهات لذيذة وبسيطة تحببكم في العلوم. ولو عايزين تشوفوا باقي الفيديوهات هتلاقيها كلها في قائمة التشغيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.